نعم استاذ علي، يعني حاليا نشوف على الشاشه زميلنا المخرج عارض لنا فيديو وانت توزع حقائب مدرسة اليوم ذول ايتام. نعم. زين، نشوف آه، الصور على الشاشه. نعم. انا منتسب قياده شرطه كربلاء. زين. تدرين بعد المنتسب اغلب وقته هو بالدوام، يعني اذا كانت اندارات او كانت يعني ايام زيارات ومناسبات وغيره. فاحاول بيوم استراحتي بنزولي، يعني حتى ما اوصل للبيت مباشر من دوامي اطلع للعوائل، اتصل بهم قبل يوم يا بتجمعوا لي فلان مكان، عندي توزيع جنط لكم، عندي توزيع مواد غذائيه، توزيع مبالغ. زين، انا فاحاول اسالك انه يعني شلون اليوم نعم. تقدر يعني توفق بين عملك كمفوض ومساعدتك للعوائل الانسانيه او العوائل الفقيره؟ والله هي الفقر اللي جاي اعاني من عنده حيل يعني. نعم. انهم هو ما جاي يوفق، بحيث حتى اطفالي مرات يقولون احنا نتمنى نكون ايتام على مود نشوفك، يا لانه ما عيني. جاي نشوفك. والله العظيم يعني اطلع من الدوام تدرون، يوم كامل دوام انا 24 ساعه، ثاني يوم اقضي الى الوحده او الثنتين الظهر، هم اتجول واكمل، يعني يا دوب انه اوصل البيت يعني شوفهم ساعتين ثلاثه بس زين، الاخيره. 15 بيت شلون قدرت يعني تبنيها؟ تعرف البناء غالي ويحتاج له هواية مصاريف، من وين جبت الفلوس؟ انا حتى الناس اقول لهم يعني انا ما عندي عصا سحريه ولا اواعدكم بشيء ما اقدر اسوي. انا كل اللي علي انه عندي صفحتي اللي بالفيس ووسائل التواصل، زين. انه اوصل صوتكم للناس بس، يعني انه اوصل مناشدتكم او اني اطلع اناشد انهم محتاجين بيت لهاي العائله او محتاجين عمليه لهاي العائله، وبعد هم اهل الخير هم هو ضميرهم مثل ما يتبرعون يقول، بمبالغ فالحمد لله. مالية يعني لو يتبرعون ببيوت؟ لا يعني المبالغ ماليه، مواد انشائيه، مواد منزليه، يعني حسب الاحتياج اللي يحتاجه. زين. الحمد لله للخير والله هواي، وما جاي يقصرون يعني ويا خاصه ويا مساله الايتام. يعني اكو تبرعات؟ الحمد لله. زين. هي شوف مساله التبرعات تعتمد على ثقه الناس بالشخص صاحب المشروع. كل ما فعلا. تصير اكو ثقه الناس بصاحب المشروع كل ما يقوم ويقدم. يعني اليوم بما انه انت حضرتك يعني دا تأسس بيوت لعوائل فقيرة ومتعففة، يعني معناتها ما شاء الله انه الثقة كلش كبيرة بحضرتك. والله الحمد لله الحمد لله، قلت لكم يعني ترى مو بالسهل انه الانسان يشيل ملايين ويعطي شخص عادي، او فعلا. مجرد انه يطلع يناشد. الناس شافت عملي، الناس لمستها لمس يد، شافت التغيير اللي صار بحال الايتام اللي انا اتكفلهم. كدعم اليوم من المؤسسة اللي تعمل بيها، ماكو نعم. دعم؟ يعني ما اريد اجامل واقول داعمين وداعمين وكذا، يعني خلال سنوات انا اعاني هواي، الى ان حتى الايتام قاموا يناشدون يابا احنا هذا الشخص محتاجين وقت، محتاجين وقت اضافي حتى يتجول علينا، حتى يتابعنا، حتى مثل ما تقول يخدمنا. يعني كانت استجابات قليله. ما كان وياك؟ حضرتك قابلت عفوا. الوزير؟ العفو، قبل 5 ايام السيد الوزير يعني اعتقد من خلال المناشدات اللي ناشدوها الايتام نعم. دز علي وقعدت ويا السيد المعالي. المهم فقال انا تابعت عملك وشفت شغلك والحمد لله وثقه الناس فيك، فشنو اللي تحتاجه؟ قلت انا بس احتاج الوقت حتى اقدر يعني اتجول على هاي الناس المظلومه ونحاول قدر الامكان نساعدهم. زين. نعم. تبرع لي بمبلغ اولا ومنحني اجازه. زين. كان راح اوديك الى مكان تقدر تمارس فيه عملك، واحنا نحتاجك انه تستمر بهذا العمل، لان هاي سمعه حلوه للوزاره، وهي بحد ذاتها عمل انساني، والوزاره تدعم الاعمال الانسانيه وخاصه المنتسبيها اللي يعملون بهذا المجال احنا ندعم. نعم.